بص يا نجم مصر، احنا عمالين نتفرج ومش فاهمين اي حاجه. عمال تقول فيريرا مشي، فيريرا رجع. طب فيريرا قعد اسبوع، طب ايه اللي مشاه، طب ايه اللي جابه، وما احناش فاهمين. بس انا فكره على السريع كده هنفكرها سوا وهناخد راي بعض. ولو انا غلط قول لي انت غلط. حط لي لايك للفيديو ومتابعه بعد اذنك. بص يا سيدي، لو انا رئيس نادي او مسؤول في اداره الزمالك وعايز اوفر لنادي الزمالك فلوس، او بمعنى اصح انا مش مستفاد بالجهاز اللي مع فيريرا. طيب فيريرا بنقول مدرب عالمي وفيلسوف وبروفيسير وحاجات كتير. طيب انا عايزه هو بس، طالما هو ده المسؤول وهو ده العقل المدبر. طيب انا عايزه هو، واخلي جهاز ابن نادي الزمالك يمسك، او جهاز مصر يمسك، علشان في اي وقت في زنقه فلوس، في مشاكل بتاع امسك. تمام. طيب يا فريرة بعد اذنك، عايزين الجهاز اللي معاك يتوكل على الله، مش محتاجينه ويوفر علينا ونخلي حد من النادي يستفاد. طبعا فيريرا لا، مش هينفع. احنا جايين سوا نمشي سوا والكلام ده، وهيزعلهم واصحابي وحبايبي وشغالين مع بعض من زمان. طيب شكرا. طب هنمشيكوا كلكم، يبقى انت ماشي معاهم كرامتك مرفوعة وما انتش خاينهم، والدنيا تمام وما بعتهمش، ونبقى نجيبك لوحدك. نقول ايه، عايزينك لوحدك ونمسك كابتن اسامه او نمسك اي مدير فني. طيب ماشي شكرا سلام. وبعدين ماشي، الو فيريرا تعالى امسك مدير فني لوحدك. وده اللي حصل يا جماعه بالفعل. لو انت شايف لها اي لغز تاني قول لي، انت ما بتفهمش. شكرا.